5 انواع لسمنه البطن عندنا كلنا، فبالتالي مش كل الناس نفس الشكل بتاع البطن. في بطن الناس اللي عندها مشاكل في الكبد، او ناس عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، او ناس عندها مشاكل هرمونيه، او ناس عندها بعد الولاده كمان دي بتبقى بطنها مختلفه، او حد عنده مثلا بطن نتيجه الاسترس. كل الانواع دي مش واحده، فبالتالي كل نوع منهم ليه طريقه علاج. رقم واحد. رقم اتنين، النوع ده حسب نوع جسمك. انت جسمك سمنه مركزيه ولا سمنه طرفيه ولا سمنه سفليه؟ هنا برضو بتفرق. طب حاجه مهمه واخيره، هل انا النهارده لو جيت اعمل كرايو لبطني يبقى مناسب ولا لا؟ طب لو عملت حقن مناسب؟ طب لو عملت ليزر بارد مناسب؟ عايزه اقول حاجه، اختلافات انواع الجسم واختلافات انواع السمنه في كل مكان ده بالتبعيه بيكون مش كل الناس ممكن تجيب نتيجه بالجلسات، ومش اي نوع ممكن يجيب معاك. لذلك لازم دايما نقول ان كل عيان ليه برنامج علاجي مختلف معمول بس على قده هو، على بطنه هو، او على مشكلته هو بس، عشان يبدا يجيب نتيجه سريعه ونتيجه ملحوظه من اول اسبوع او من تاني اسبوع في العلاج. وعايزه اقول حاجه، الوزن العام بيفرق، الحاله الصحيه العامه بتفرق. خلينا نقول ان مش اي اوفر بنشوفه، مش اي حد بيقول الجهاز ده يجيب نتيجه يبقى لازم يجيب نتيجه. ممكن يجيب نتيجه وممكن لا، على حسب حالتك ونوع السمنه عندك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.